الله يجعل شهر رمضان شهر يمن وبركات وخير علينا. يا ربي يبارك لنا فيه ولياليه. رمضان مبارك. زمان كانوا العلماء معروفين عند الناس بالأسماء ديالهم والكتب، ولكن ما كانوش معروفين بالأشكال ديالهم. وكان الإمام أحمد بن حنبل مسافر بلد من البلدان الله، دخل لواحد المسجد في الطريق ديالو وصلى العشاء وحط راسو بغى ينعس يرتاح في المسجد. هو يجيه الحارس وقال ليه نوض خرج من المسجد. قال ليه الإمام: علاش؟ أنا عابر سبيل ورجل كبير في العمر. الحارس قال ليه: قلت لك نوض خرج من المسجد. ناض أحمد بن حنبل وجلس عن عتبة الباب. جاه تاني هذاك الحارس وقال ليه: قلت لك خرج، بغيت نسد الباب. قال ليه الإمام أحمد: راني في الشارع وعلى عتبة المسجد. قال ليه: وخا العتبة نوض. كان هذاك الحارس قبيح في التعامل ديالو وغليظ، وهو يشد الإمام بن حنبل وجرو حتى لوسط الطريق من يدو. الإمام تعجب، أول مرة شي حد يعملو هكا، هو قيمته كبيرة والناس كتحترمه بزاف، وهذا عاملو بهاد المعاملة السيئة. قدام المسجد كاين واحد الدكان ديال واحد الخباز. شاف الخباز أشنو وقع وهو يعيط للإمام أحمد بن حنبل. قال ليه: أجي نعس عندي في الدكان حتى الفجر وسير للمسجد صلي. الإمام مشى لعنده، توسد الساك تاع حوايجو ونعس. ولكن لاحظ أن هذاك الخباز ملي كيخدم وهو كيقول: سبحان الله وبحمده، أستغفرك وأتوب إليك. لسانه ما توقفش من الذكر والتسبيح والاستغفار، وهو كيعجن وهو كيخبز في كل مراحل العمل ديالو، لسانه ما توقفش. وهو يسولو الإمام أحمد بن حنبل، قال ليه: من إمتى وانت على هاد الحال؟ واش ما كتعياش؟ قال ليه الخباز: أنا ولفت ما بقيتش كنعيا. وهو يقول ليه الإمام أحمد بن حنبل: أشنو لقيتي من بركة في كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى؟ قال ليه الخباز: لقيت أني فين ما كندعي الله بشي حاجة كيعطيها لي وكيستجيب لدعائي، إلا حاجة وحدة لحد الآن مازال ما استجب لي الله سبحانه وتعالى، ولكن كنتسناها بفارغ الصبر يعطيها لي، لذلك مستمر في الدعاء ديالي في كل وقت من الأوقات. هو يقول لي أحمد بن حنبل: وشنا هي هاد الحاجة؟ قال لي: أني نشوف الإمام أحمد بن حنبل. وهو يقول لي: ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. الخباز ناض فرحان، سلم على الإمام وبجلو وسلم عليه. رمضان كريم.